السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه توريا كيتشن. اليوم غادي نحضروا معاكم لازانيا بطريقه سهله وكتجي زوينه وبنينه. ندوزو المكونات. عندنا بصله مشلطه، ربيع، معدنوس وقزبر. عندنا مطيشه مطحونه او مطيشه محكوكه. عندنا نص كيلو ديال الكفته، والمكون اللي هو اساسي لازانيا. انا كندير هاد الماركه هادي، نتوما ديروا اللي بغيتو اللي كتعجبكم. غنحتاجوا فرماج محكوك ديال البيتزا او ديال لازانيا. غادي نحتاجوا الحليب باش نديروا البيشاميل. انا هنا عندي صلصه ديال البيشاميل جاهزه باش تكون سريعه باش نبدا نحضر اللازانيا. وندوزو المطيشه ديال الحك. عندي 2 معالق ديال المطيشه ديال الحك، درت معاهم معلقه ديال الكيتشوب، 2 معالق مطيشه الحك مع معلقه ديال الكيتشوب. بالنسبه للعطريه التوابل، عندي الفلفل الاحمر والتحميره، زيت الزيتون، شنو هذا، الزعتر محكوك، زعتر، الملح والابزار. غادي ندوزو للتحضير. غادي نديرو شويه ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون، غادي نضيفو هنا عندي البصله مشلضه، بعد ما تشحرت لينا البصله نزلات شويه، غادي نضيفوا ليها الكفته، اللحم المفروم، ندير معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملح، نزيدو واحد شويه على حسب الذوق، معلقه ديال او 2 معالق القزبر نص. غادي نضيفو هنا لاصوص طوماط، مطيشه المعلبه 2 معالق مع ملعقه كبيره ديال الكيتشوب. صافي غادي نحركوا المكونات ونخليوهم حتى توجد الكفته، حتى تطيب ويندمجوا مع بعضياتهم، وندوزو للطريقه ديال التحضير ديال لاصوص ديال لازانيا. هي قريبه توجد، غادي نخليها شويه حتى تنشف مره من الماء او من لاصوص حتى تولي معلكه، تنشف مره. وغادي ندوزو للطريقه ديال السلق ديال لازانيا. اول شيء عندنا هنا لازانيا، غادي نديرو اناء او كاسرول فيه الماء بحال هكا، الماء طايب، واحد نقطه ديال الزيت، وغادي نشدو لازانيا بحال هكا بحال هكا، وغادي نديروها. بالنسبه للطريقه ديال السلق ديال لازانيا، من بعد ما كنديروها في الماء طايب كنخليوها واحد 15 او حتى 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، وكنحيدوها على هذا الشكل، وكنحطوها على ورق ديال الزبده اللي كيكون عندنا جاهز مفرشينو هكا، وكنخليوها حتى كنجيو نستعملوها. بالنسبه للناس اللي كيخافوا من لازانيا انها تقطع عليهم ولا تهرس ولا شي حاجه، ما تخافوش منها، عندها الوقت ديالها 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، وكتكون جاهزه طيبه، ما كتقطع ما كتهرس. وضروري ديروها في هاد ورق الزبده اول مره تحطوها بعدا هنايا في ورق الزبده على هذا الشكل، ومن بعد عاد تستخدموها. في نفس الوقت ملي نكونوا كنسلقوا لازانيا نصايبوا لاصوص بيشاميل باش يوجدوا لينا في نفس الوقت. عندنا هنا نص لتر ديال الحليب بارد،
كنضيفوا عليه هاد الساشيه هادي. انا شريتها هادي بيشاميل جاهزه، خصها غير الحليب، كتسهل. كنديرها في نص لتر ديال الحليب صافي، وكنبقى نحرك حتى كتتقل لينا لاصوص، حتى كتولي ثقيله. هنا من بعد ما تقلت لاصوص شويه، انا ما كنخليهاش حتى تتقل، لان غير كتطفي عليها البوطه كتتقل، فغير كتشد راسها، ما كتبقاش تحرك بالزربه بحال هذا الشكل هذا. كنطفي عليها. قبل ما نطفي عليها غادي ندير ليها شويه ديال الملحه، قبيصه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار على حسب النكهه وصافي. غادي نحركوها شويه. الا لاحظتوها هي بدات كتتقل، غادي نحركو شويه. وغادي نطفيو عليها. غادي نجيبو مول بحال على هذا الشكل هذا اللي كيدخل الفران، ونشدو لازانيا اللي سلقناها وغادي نفرشوها بحال هكا. غادي نسرحوا لازانيا ديالنا على هذا الشكل هذا. غادي نديروا طبقه ديال لازانيا على هذا الشكل، قطعين. فوق من هاد الطبقه ديال لازانيا غادي نرشوا لاصوص بيشاميل. عفوا، غادي نحطوا لاصوص بيشاميل على هذا الشكل. غادي ندهنوا بها. غادي نجيبوا لاصوص ديالنا وغادي نفرشوها. غادي نديروا غير نص ديال الكميه، والنص الاخر غنتاكلوا معاك. غادي نجيبوا الفرماج موتزاريلا، الجبن، غادي نزيدوا لاصوص بيشاميل فوق الطبقه اللي درنا. وغادي نديروا طبقه ثانيه ديال لازانيا. انا هني ما عنديش هنايا المول مربع. الا كان مربع غادي يكون احسن باش غادي يساعدكم كيفاش تحطوا الورق ديال لازانيا. غادي نحطوا الطبقه الاخيره ديال لاصوص ديالنا. نوزعوها مزيان. انا درت كميه الاكثر، درتها في اول طبقه. نديروا شويه ديال الفرماج. وغادي نديروا الطبقه الاخيره بالبيشاميل.
كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها وتقولي لينا شنو كيفاش جاتكم.